لو قلت لك ان في جيش مكون من 30,000 مقاتل بس هزم امبراطورية عمرها لقرون، هتصدق؟ المعركة دي مش مجرد نصر، دي كانت الضربة القاضية للامبراطورية الفارسية. بعد معركة القادسية المسلمين كملوا الفتوحات، لكن الفرس ما استسلموش. الفرس جمعوا اكبر جيش شافوه المسلمين وقتها، 150,000 مقاتل جاهزين يمحوا الاسلام من فارس. عمر بن الخطاب عرف بالمخطط الفارسي وقرر يتحرك بسرعة. جيش المسلمين كان 30,000 بس قدام 150,000. الفرس متحصنين في حصونهم والمسلمين في مواجهة مستحيلة. بدأ القتال للمسلمين بصيحات الله أكبر هزت أرض المعركة. المعركة اللي كان متوقع تنتهي بسرعة استمرت 3 أيام، لكن هنا المسلمين خدعوا الفرس بأذكى خطة في تاريخ الحروب. الصحابي طليحة الأسدي خطط لكمين جهنمي. الفرس وقعوا في الفخ وخرجوا من المدينة، وفجأة المسلمين هجموا عليهم. النصر كان قريب، لكن القائد نعمان بن مكرم استشهد. فهل المسلمين هيكملوا؟ حذيفة بن اليمان استلم القيادة والمسلمين قتلوا لحد ما دمروا جيش الفرس بالكامل. معركة نهاوند انتهت بانتصار ساحق، وكانت الضربة القاضية للإمبراطورية الفارسية، ومن يومها الدولة الساسانية انتهت من التاريخ. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تعمل فولو ولايك واستنى الحلقات الجديدة.